توي دي ناي، كلهم معناهم ماي او حاجه بتاعتي انا، شنطتي، نضارتي، وهكذا. بس يا ترى ايه الفرق؟ اتنين فوق دول هما فورمال، يعني ما تستخدمهم مع الناس الكبيره، واللي تحت دول تستخدمهم مع صحابك والناس القريبه والناس الاصغر سنا وهكذا. تي بتستخدم اكتر في التحدث، وتوي بتستخدم في الكتابه. هي تستخدم في التحدث كده وانت بتتكلم مع اصحابك، ناي تستخدم في الكتابه برضو انت مثلا بتكتب رساله لاصحابك وكده. طيب حلو قوي، هتقولي احنا كده عرفنا 4 طرق نقدر نقول بيها ماي. استخدمهم بقى؟ اقولك لا. مين بيستخدموا اوري؟ اوري كاجو، اوري امه، اوري ابا، اوري اوبا، اوري تيب. ده مش معناه ان استخدام الاربعه التانيين اللي احنا قلنا عليهم ده غلط، لا، هو كله صح عادي، ولكن اوري تعتبر is the most natural way. يعني لما تكون بتتكلم مع حد كوري كده وتقول له اوري، يقول لك الشخص ده بيفهم، الشخص ده respectful جدا. احنا عرفنا 5 طرق ازاي نتكلم على ملكيتنا الشخصيه. اشوفكم في فيديو جديد، باي.